أنا الأستاذ محمد محرم المحامي، أحد فريق الدفاع عن حقوق المجني عليه محمد عبد الرازق سائق التوك توك، تعليقا على صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم الضابط أحمد عبد المنجي عليمي الذي أطلق النار على سائق التوك توك. هذا القرار صدر معيبا من النيابة العامة باسم شبين الكوم، كون أن مبررات الحبس الاحتياطي متوافرة في حق هذا الضابط، كون أن خروج هذا الضابط عن الحبس الاحتياطي وعدم حبسه احتياطيا على ذمة هذه القضية سيؤثر على سير التحقيقات. كذلك تعليقا على تحريات المباحث اللي وردت على لسان العميد صبري عزب، اللي قال في تحرياته ان المتهم اطلق عيارين ناريين في الهواء، وتلقت هذه التحريات على وسائل الاعلام والميديا العديد من التكهنات والسخريه من الناس، كون ان المجني عليه ده مواطن عادي ماشي على رجليه، ازاي الطلقتين في الهواء جت واحده في دماغه. كذلك تعليقا على ما ورد بتحريات المباحث ايضا من ان المتهم مسجل، نرد عليهم باحكام محكمه النقض اللي بتقول فيها ان سوابق المتهم ليست الا جرائم سابقه للمتهم لا يجوز، وقد عوقب عليها سابقا ولا يجوز معاقبه المتهم عليها مره ثانيه. وثانيا هو ما عندوش سوابق، اللي عنده حاجه تخالف هذا الكلام نحن كفريق دفاع عن حقوق المجني عليه بنؤكد ان هذا المجني عليه ليس لديه اي سوابق، وليس مسجل جنائيا باي وحده من واحد المباحث في مديريه امن المنوفيه، وان الضابط لم يكن في حاله دفاع شرعي، وان المجني عليه لم يتعدى على الضابط ولم يقاومه في اي شيء. هذا ما اردنا توضيحه. شكرا.